لو قلت لك يا صديقي الاوتاكو اني لقيت انمي جديد لنج بشخصه في صراع ما بين فئتين طبعا ودموي، مش عايزه اتك على كلمه عشان ايه يوتيوب ما يزعلش مني، واحداثه سريعه ومن اول حلقه كده بوم بوم. هتقولي طبعا هاتي اسمه آية. هقول لك لو اول مره تشوفني فانا آية سليم، اكتر اوتاكو مواضيع مستفزه وكلامه مش هيعجبك، لكن لو سمعتني للاخر ان شاء الله تقتنع بوجهه نظري. مش هطول عليك يا صديقي الاوتاكو، دوس لايك وسبسكرايب. عايزين نوصل الفيديو ده ل 500 لايك. شفت طموحي قال لي ازاي؟ انا مش طماعه. يوش إيكيموشو. طبعا الصيف دخل علينا يا صديقي الاوتاكو والدنيا حر والله العظيم. يعني بص، يعني اللهم اجرنا من النار بجد. الله يعني الوضع ربنا يرحمنا. وطبعا في السيزون ده نزلت انميات كتير حلوه، بس انا عن نفسي 2 انمي حتى الان شفتهم وعجبني جدا، واول ما شفتهم قلت لازم انزل بفيديو لصديقي الاوتاكو اقول له يا صديقي في 2 انمي هكلمك عنهم هتخش تتفرج عليهم دلوقتي. واقسم بالله اقسم بالله يا صديقي الاوتاكو اكمن فعلا هم جامدين. انا ماسكه نفسي ان انا ما اروحش اقرا المانجا، وعايزه اللي هو احوشهم عشان اجي كده في قاعده ويك اند ولا حاجه اجيبهم كده وانا قاعده. وهكلمك عن الاتنين دول دلوقتي. دوس لايك وانا بكلمك، ها ما تستخسرهوش فيا. الانمي الاول اللي معانا دموي، ايوه النوع اللي انت بتحبه واللي بتقعدوا تكتبوا لي في الكومنتات يا ايه عايزين انمي كذا، يا ايه عايزين انمي كذا. اسمه توجين انيكي. معرفش انت اول مره تسمع عنه ولا لا، بس هو انمي جديد، وحتى الان انا شفت 3 حلقات حتى الان محترم، يعني يمشي في مبدأ ان هو محترم، بس للاسف دموي جدا حرفيا. وبيتكلم عن صراع ما بين فئتين، الاوني الفئة الاولى اللي هي الشريرة، واللي طبعا احنا كاوتاكو عندنا خلل في نافوخنا هنحبهم لازم. والفئة التانية اللي هي بتصد الاعمال الشريرة بتاعت الاوني الموموتارو. طبعا انت الانمي بيبدأ معاك بان الاوني دول اشرار وعاثوا في الارض فسادا وكانوا ناس وحشة وكان لازم يتم القضاء عليهم، وعشان كده في راجل جامد من سلالة الموموتارو تصدى ليهم وفضل يتصدى ليهم ولغاية دلوقتي بيتصدى ليهم. هو ده اللي بيحصل. بس انت الانمي بيبدأ معاك بشاب بسيط اسمه شيكي، اوضته كلها اسلحة. مش عايزة اقولك هو من انهي فئة عشان ما احرقش عليك، بس من اول حلقة هتشوف الصراع اللي بقولك عليه، وهيخش في الاحداث على طول يا صديقي الاوتاكو. هتلاقي معركة وهتلاقي الحقيقة بتتكشف، وهتلاقي طبعا في معلم لازم ياخد بايد شيكي ويعلمه كل اساسيات الحياة. وطبعا المعلم لازم يبقى كاريزما، احنا اتعودنا على كده في كل الانميات. وحرفيا الانمي ده انا الحلقه الاولى والثانيه والثالثه خلصوا في ولا حاجه. انا لقيت نفسي تك 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 تك، انا قلت هبدا الحلقه الاولى كده اشوف ويمكن يعجبني، والله ثالثه خلصت وهو ما نزلش منه حتى ما انا صورت الفيديو غير 3 حلقات وشفتهم وانا قاعده، اللي هو بوم 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 بوم. فهل هو يستحق المشاهده؟ يستحق المشاهده طبعا، لان انا بقول لك هو جامد، واتمنى ان هو يكمل محترم وما يحصلش حاجة يا رب كده، ما تخزنيش يا انمي وتفضل محترم. بس هو بصراحة انا مش شايفة ان هو مناسب للاطفال، لان هو دموي جدا، هو literally كده. فلو انت طفل، يعني اقصد يعني انت تحت سن ال 15 او 16 سنة او تحت ال 15 بس عشان الناس بتقول لي ما تبالغيش، بلاش تتفرج عليه. وانا متأكدة ان هو من الانميات اللي يعني هتبقى قوية جدا في الصيف ده، يعني حتى لو محدش اتكلم عنه دلوقتي قدام الناس هتتكلم عنه. بس هو لو كمل على رتمه السريع واحداثه السريعة دي واي اكيد وانا بحكي لك يا صديقي لو ده كنت حسيت ان هو شبه انميات تانية، طبيعي هي الانميات كلها بقت تاخد من بعضها. فادينا مكملين معاه، وخلينا نشوف في اخر السيزون هيبقى عامل ازاي. الانمي التاني اللي معانا في فيديو النهارده انمي ذاع صيته جدا، يا رب اكون قلتها صح، بس حسيت ناس كتير اتكلمت عنه فانا قلت لا يا ايه لا ما ينفعش الناس تتكلم كلها عنه كده وانتي ما تخشيش تتأمري. انت عارف يا صديقي الاوتاكو انا بشوف الاسوأ في اي انمي، وطبعا طالما في حاجه كده ذاع صيتها يبقى اكيد فيها حاجه خازوق كده، فانا لازم اشوف هو كويس ولا مش كويس، وهل هو جامد ولا مش جامد، واتضح ان هو جامد. الانمي هو جاتشي اكو
اوتاكوتا. ايوه هو الانمي ده، اكيد شفت صور عليه على الجروبات، ولا شفت مقاطع منه ريلز شورتس على اليوتيوب. وبرده هو يشبه انميات طبعا شفتها قبل كده، بس دايما بيتم طرح الفكره بطريقه مختلفه وجامده. عارف يا صديقي الاوتاكو، يبقى انمي بيبدا بدايه في حفره كبيره بيترمي فيها قمامه وبشر. طبعا انت لازم توقف كل حاجه بتعملها في حياتك كده وتقول ايه قمامة وبشر؟ لا ده انا لازم اتفرج عليه. تعالى لي هنا يا انمي اللي بترمي في الحفرة القمامة والبشر دي، خلينا نشوف ايه اللي بيحصل. وتتفاجئ ان جوه الحفرة دي حياة. يا لهوي يا لهوي. انا مش عارفه، انا حاسه ان انا ببالغ في وجهه نظري، بس ده اللي انا حسيته وانا بتفرج على الانمي حرفيا من اول حلقه بوم قلم على وشي. وطبعا وانت قاعد كده يجي لك شخصيه اسمها انجن من الولا حاجه، كاريزما وجذابه لدرجه العذابه. جذابه لدرجه العذاب، يعني هيبقى كراش جديد في عالم الانمي طبعا، وهنلاقي عليه مقاطع كتير الفتره الجايه من حياتنا ينقذ لك البطل من المأساة اللي هو وقع فيها. واحنا عارف لما البطل بيتظلم ده تحس ان هو جه على قلبنا قوي ولازم نقف جنبه. هو ده باختصار اللي بيحصل، حفرة بيترمي فيها قمامة وبشر، وفجأة هتلاقي ان البطل اتظلم واترمى في القمامة، يجي لك انجن ينقذ البطل. انا ما حرقتش حاجة على فكرة، ده في المقدمة لو انت بتقرا عن الانمي هيقول لك هو ده اللي حصل. ايه بقى اللي هيحصل جوه الحفرة دي وايه الاسرار اللي جوه الحفرة دي؟ حرفيا عالم من المتعة وانت بتتفرج، والى حد ما في كوميديا، طبعا في صراع. وبرده انا لغاية ما انا شفت تقريبا 3 حلقات لغاية تصوير الفيديو ده. هو محترم واتمنى ان هو يكمل على يعني الاحترام اللي هو فيه. هل انا هكمله؟ يا صديقي الاوتاكو انا هكمله. الاثنين انمي اللي انا اتكلمت عنهم في الفيديو ده انا هكملهم، بس مش هكملهم دلوقتي. انا حضرتك هحوش الحلقات، يعني انا خلاص اتفرجت على 3 حلقات من كل واحد فيهم تمام جدا. انا دماغي كده مشحونه على اخري عايزه اكملهم، بس انا هحوش باقي الحلقات واشوفهم كلهم مره واحده، واجي لك بقى في اخر السيزون بقى اقول لك تعالى لي بقى ايه نناقش بقى اللي بيحصل في الانميات دي. وانا بكلمك كده برضو بنناقش، دوس لايك. وعايزه اعرف يا صديقي الاوتاكو، هل انت اصلا بتتابع واحد فيهم منهم دلوقتي؟ ولو بتتابع حاجه غيرهم وعايزني اكلمك عنها اكتب لي اساميها في الكومنتس. انا عن نفسي هما دول اللي انا قررت اتابعهم في السيزون ده، بس لو في انمي جامد انت شايفه شغال ومحترم اكتب لي اسمه وانا هتفرج عليه، وطبعا هطلع اقول لك رايي فيه وانا هسكت. واكتب لي برضو رايك في الانميين دول، وهل هتتفرج عليهم ولا لا، وهل هتتفرج على واحد فيهم والتاني لا. يمكن، بس انا عن نفسي هتفرج على الاثنين. ولو كملت الفيديو للاخر شكرا جدا يا صديقي الاوتاكو. ما تنساش بقى تتابعني على كل منصاتي، انزل على الديسكريبشن هتلاقيهم، وقول معايا يوش ايكيماشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.